عبر الوسط الرياضي عن دعمه للمنتخب الوطني لقدامى اللاعبين في مشاركته ببطولة الخليج بنسختها الأولى التي ستقام في الكويت. حقيقة هذه البطولة أفرحتنا جدا، ومبادرة كانت أعتقد من دولة قطر. مثل ما ذكرنا أنه ستقام لأول مرة تجمع المنتخبات الخليجية. يعني حقيقة اللي أفرحنا وأسعدنا أنه راح نشاهد جميع أساطير المنتخبات الوطنية الخليجية تلعب أمام جماهير على أرض الكويت. ستكون أيضا منقولة على شاشات التلفاز، وعلى مستوى العراق أيضا سنشهد ونرى نجومنا سابقين يلعبون على أرض المستطيل الأخضر من جديد. نتمنى أنه تكون بطولة جميلة تسعد الجماهير وتسعد جميع المتابعين. واكيد هي الغايه من البطوله هي استذكار نجوم الخليج السابقين، وبنفس الوقت هم تقويه العلاقات السياسيه الاجتماعيه، لطالما كانت العلاقات الخليجيه الفه ومحبه. واكيد عندنا نجوم نتمنى كنا من مشاركه اكثر نجوم، لكن هو الفريق المختار ان شاء الله من النجوم بهم البركه ان شاء الله، وكل التوفيق ان شاء الله للاعبين وللجماهير ان شاء الله، مشاهده واستذكار النجوم السابقين في بطولات الخليج السابقه. ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا كما منتخبنا الوطني توفق له، والحمد لله والشكر. ان شاء الله المنتخب ذاهب لهذه البطوله لان فشي حلو هذا، واستحداث للاعبين القدامى ويستذكرون تاريخ بطولاتهم، ولاعبين الشباب هم يتذكرون اللاعبين القدامى بالنسبه للمنتخبات الخليج. ونتمنى ان تكون بطوله جيده ونشوف لاعبين القدامى بافضل مستوى، ونتمنى توفيق ان شاء الله لمنتخب العراق.